اكبر كدبه عشناها اننا لازم ننسى اللي وجعنا في طفولتنا عشان نعرف نكبر. الكدبه دي خلتنا نحاول نقفل الباب على وجع زمان ونحاول نتجاهله، بس بنتفاجئ انه ما بيتنسيش ابدا، وبيطلع في عصبيتنا في اوقات كتير، يطلع في خوفنا من الرفض. عشان كده احنا عملنا مجموعه اسمها ابي الذي احب. احنا مش بس هنقرا ونناقش كتاب ابي الذي اكره، احنا قررنا نقف ونواجه بدل ما نتجاهل. في رحله تعافي مترتبه على مدار 6 لقاءات. الرحله دي متقسمه عشان نمشي مع بعض خطوه بخطوه. في البدايه هنفهم ازاي واحنا صغيرين بنينا ذات مزيفه عشان بس نحمي نفسنا وعشان خاطر ما نترفضش وعشان نكمل حياتنا. خبينا ذواتنا الحقيقيه تحت قيود احنا حتى مش حاسين بيها القيود دي. بعدين هندخل اعمق شويه مع بعض ونواجه سوا الجروح القديمه، مشاعر الاهمال والخوف من جذورها، مش عشان نتوجع تاني، لا، عشان نقدر نوصل لقلب الرحله وهو الطفل الداخلي. نتعلم ازاي نتعامل معاه، ازاي نحضنه، نديله بصراحه كده اللي اتحرم منه. في اخر محطاتنا دي نتعلم ادوات للشفاء الحقيقي، ازاي نحاول نستطيع ان احنا نسامح عشان بس نتحرر، وازاي نرسم حدود صحيه تحمي سلامتنا النفسيه، ونكون احنا الاب والام لنفسنا. كل التفاصيل دي هنقدر نعيشها مع بعض في مساحه امنه، في مجموعه كلها دفء، سريه تامه بنسمع فيها بعض من غير احكام. لو انت حاسس انك جاهز تيجي تخش معانا في المجموعه دي وتواجه وجعك بجد وعايز ترتاح، سيب كومنت صغير اسمه ابي، هنبعت لك التفاصيل ومستنيينك عشان عارف انه يفرق معاك.